في زمن الحروب الحديثة، لم تعد المعارك تخاض فقط بالسلاح، بل بالمعلومات، بالإشاعات، وبالحرب النفسية. المغرب، البلد الذي ظل لسنوات يدافع عن وحدته الترابية، أصبح أيضاً هدفاً لمعركة إعلامية شرسة. لكن السؤال الحقيقي هو: من يقف وراء هذه الحملات؟ ولماذا أصبحت قضية الصحراء المغربية هدفاً دائماً للدعاية والتضليل؟ اليوم لم تعد الدول تحتاج جيوشاً ضخمة لإضعاف خصومها. يكفي خلق الفوضى داخل الرأي العام، نشر الشك، تضخيم الانقسامات، وتحويل المواطنين ضد بعضهم البعض. هذه هي الحرب الناعمة، أو ما يسمى بحروب الجيل الخامس. السلاح هنا ليس الرصاص، خلف الحدود. أحياناً يظهرون وسط الضجيج، خلف الشاشات، بأسماء مستعارة، يزرعون الشك ويغذون الانقسام. لا يهمهم الوطن، بل الفوضى. يحولون كل إنجاز إلى مؤامرة، وكل أزمة إلى فرصة لنشر الكراهية واليأس. وفي زمن الحرب الرقمية، قد تكون الكلمة أخطر من السلاح. لكن التاريخ أثبت دائماً أن الأوطان لا تسقط بسبب الهجمات الخارجية فقط، بل عندما يفقد الناس القدرة على التمييز بين الحقيقة والدعاية. إنهم لا يحتاجون إلى دبابات، يكفيهم هاتف، حساب مجهول، وجمهور غاضب. هدفهم ليس إقناعك بالحقيقة، بل جعلك تشك في كل شيء، وهذا كله من أجل مصالحهم الشخصية. فمن هم الكوفيون ومن وراءهم؟ ظهر في السنوات الأخيرة تيار يطلق عليه البعض اسم الكوفيين، وهم أشخاص أو حسابات تعرف بخطابها العدائي تجاه الدولة المغربية ومؤسساتها، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالوحدة الترابية والصحراء المغربية. ويرى منتقدو هذا التيار أن جزءاً منه لا يكتفي بالمعارضة أو النقد السياسي، بل يتبنى روايات ودعاية صادرة من جهات خارجية معادية لمصالح المغرب. لماذا يحدث ذلك؟ الأسباب متعددة ومعقدة، بعضها مرتبط بالإحباط السياسي أو الاجتماعي، وبعضها نتيجة التأثر بالدعاية الرقمية والحروب الإعلامية الحديثة، بينما قد يكون البعض الآخر مدفوعاً بخلفيات إيديولوجية أو حسابات سياسية. في عصر الإنترنت، لم تعد المعارك تخاض فقط على الأرض، بل داخل العقول والشاشات. ولهذا أصبحت بعض الحسابات والمنصات تردد خطاباً يخدم بشكل مباشر أو غير مباشر أجندات خارجية تسعى لإضعاف صورة المغرب أو التشكيك في مؤسساته وقضاياه الوطنية. لكن التحدي الحقيقي ليس في وجود الاختلاف أو المعارضة، بل في القدرة على التمييز بين النقد المشروع وبين الدعاية التي تستغل الغضب والانقسام لخدمة مصالح أخرى. بالنسبة لمنتقديهم، فهم لا يمارسون مجرد النقد السياسي الطبيعي، بل يساهمون عن قصد في نشر روايات تخدم خصوم المغرب، خصوصاً في الملفات الحساسة مثل الصحراء المغربية والعلاقات الخارجية والاستقرار الداخلي. إذن، فكيف يمكن أن نحارب هذه الظاهرة؟ استمع جيداً إلي وكن واعياً بخطورة الأمر. محاربة هذه الظاهرة تكون دائماً مصحوبة بالوعي وعدم الانجرار لتضليلهم، فمن المؤسف رؤية هذا النوع من الإنسان، لأن أخطر ما تريده حملات التضليل هو تحويل المجتمع إلى ساحة انقسام دائم. التصدي للدعاية يبدأ أولاً بالمعلومة الصحيحة. عندما يكون المواطن واعياً، يصبح من الصعب التلاعب به، وعندما يفكر الناس بعقلانية،
تفشل الإشاعات قبل أن تنتشر. المدرسة، الإعلام، والأسرة كلها خطوط دفاع حقيقية ضد التضليل. كما أن مواجهة الحسابات التي تنشر الأكاذيب والتحريض تحتاج إلى إعلام قوي ومحتوى احترافي قادر على منافسة خطاب الفوضى والخوف. في عصر السوشيال ميديا لا يكفي أن تكون الحقيقة موجودة، بل يجب أن تصل إلى الناس بسرعة. هناك أيضاً مسؤولية فردية. قبل مشاركة أي منشور، قبل تصديق أي فيديو، يجب طرح سؤال بسيط: من المستفيد من نشر هذا الكلام؟ الكثير من حملات التضليل تعيش على الغضب السريع وردود الفعل العاطفية والناس الذين يشاركون المحتوى دون تحقق. لهذا فإن التفكير النقدي أصبح اليوم سلاحاً وطنياً. أما الدولة فهي مطالبة أيضاً بتقوية التواصل مع المواطنين ومحاربة الفساد وتوسيع مساحة النقاش المسؤول، لأن الفراغ دائماً تملأه الإشاعات. كلما زادت الثقة بين المواطن ومؤسسات بلاده، أصبح المجتمع أكثر مناعة ضد الحملات الخارجية. وفي النهاية، لا يمكن الانتصار في حرب المعلومات بالقمع أو الكراهية فقط، بل بالمعرفة، بالوعي، وببناء مجتمع يصعب خداعه. في هذا السياق، كثيراً ما يتم ربط هذه الخطابات بأجندات إقليمية، خاصة من طرف الجزائر بسبب الصراع السياسي والإقليمي حول ملف الصحراء، وإيران بسبب التوترات الدبلوماسية التي عرفتها العلاقات مع المغرب. المغرب سبق أن عبر رسمياً عن مخاوفه من تدخلات خارجية تمس مصالحه الاستراتيجية ووحدته الترابية. ومع تطور الإنترنت، أصبحت المعركة لا تدور فقط في السياسة، بل أيضاً في الفضاء الرقمي. لكن الواقع أكثر تعقيداً مما يبدو، فليس كل شخص ينتقد الدولة تابعاً لجهة أجنبية، وليس كل معارض خائناً. إلا أن الحروب الإعلامية الحديثة تستغل الغضب والانقسام، وتحاول توجيهه لخدمة مصالح معينة. وهنا تظهر الخطورة الحقيقية، عندما يصبح المواطن دون أن يشعر جزءاً من معركة إعلامية أكبر منه. إلى هنا تكون حلقتنا قد انتهت. أتمنى أن تعجبكم، وأراكم في فيديو آخر. إلى اللقاء. المرجو أن تضعوا زر الإعجاب وتنضموا إلى قناتنا ليصلكم كل جديد.